هلو هلو، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا تمام. ولو حابين تزوروا سيوة لازم تيجوا سيوة شالي، احسن مكان ممكن تزوروا هنا في سيوة، وممكن تنزل فيه تقضي كام يوم روعة، والخدمة فيه ممتازة. علشان نثبت ده كمان هنقابل النهارده محمد. ازيك يا محمد؟ ازي عامل حضرتك؟ ايه؟ عاملين ايه؟ منورنا كويس. والله، الحمد لله. ميرسي. الحمد لله. عايزين بقى تقول لنا اكتر كده عن المنتجع، وليه منتجع مش فندق؟ يعني انتوا مكبرين طبعا الموضوع. طبعا عشان خاطر في بحيرة مية ساخنة هنا، عين كبريتية. تمام. في جوه حمامين سباحة المنتجع جوه المنتجع. طبعا في عين وافيلبل. كبريتية متاحة 24 ساعة، مفتوحة شغالة دايما. وفي حمامين سباحة كمان. في الفيوهات بتاعته جميلة طبعا. المنطقة هنا يعني. اتكلمنا من غير ما تدخلنا. لا لا، طب تعالى اتفضل. ورينا بقى. يلا بينا نوريك، يلا بينا. اتفضلوا معانا. اتفضلوا معانا. يلا بينا. دخلنا بقى المنتجع. ده دي أول حاجة طبعا. المنظر زي ما أنت شايفاه كده، كل حاجة طبيعية، كل حاجة بسيطة. مفيش حاجات حضارية مفيش كتير. حاجة خالص، كل مفيش حاجة. شبكة. مفيش شبكة. هو فينا جبل الدكروري، مم. منع الإشارة بتاعت 012 و 011. عشان جبل الدكرور هنا أصلا. في جبل الدكرور قدامنا هنا كمان، فيو جميل جدا في الغرف. مم. جبل الدكروري ده حاجة جميلة جدا برضه، وهنا مزار سياحي الناس بتيجي تزوره وتطلع عليه، بتشوف الشروق ساعات. تمام. ونظام اصلا اللي هو السيوي البدائي جدا، اللي هو الكرشيف، مبني بالكرشيف. ايه بقى الكرشيف ده؟ عشان انا سمعت ان معظم المباني هنا كلها مبنيه بالكرشيف ده. الكرشيف ده بيبقى جاي من بحيرات الملح، على ما اعتقد يعني. مم. على ما اعتقد بيجيب من بحيرات وهي الملح. الملح هنا ده عنصر اساسي تمام. في كل حاجه في سيوه. بيدخل في المبنى نفسه، بيتعمل بالنظام اللي هو السيوي ده، بيحبس الحرارة عشان خاطر الجو هنا بيبقى حر جدا في الصيف. فالناس ما بتستحملش تكييفات، وما كانش الأول عندهم نظام التكييفات ونظام اللي هو الأوريجينال اللي هو زي دلوقتي ده انا عايزه بالنسبة اوريكم للحضاري. التكييفات وتقولوا لنا الباور بتاع التكييف هنا بالظبط. عامل ازاي. بالظبط، فكانوا عاملين النظام اللي هو الكرشيف عشان خاطر يصد الحرارة بتاعت الجو شوية. الناس ما تزهقش، الجو ما يبقاش صعب صعب عليها. عليهم. بالظبط كده. فهو اخترعوا نظام الكرشيف ده، جاي من مواد بسيطة جدا، من من الطبيعة الملح نفسها. والطين من الطبيعة نفسها. فزي ما انتم شايفينه كده، ممكن تشوفوه دلوقتي، اللي هو المبنى اللي هو اللون ده ذات نفسه، اللي هو واخد من لون الرملة كده. بالظبط. لو انت حضرتك عملتيه كده هتلاقيه بينزل معاكي في حاجة طب بسيطة هم ما خالص جدا. يخافوش يقع عليهم؟ لا لا، بالظبط خالص. هو اصلا اكيد الجو السقف هنا، السقف حاجه تانية. السقف بيبقى طبعا مصبوب ومعمول مم. الجو عشان بحيث ان هو يبقى ملائم لحرارة الشمس كمان. تمام. ده طبعا زي ما انتم شايفين كده الفيوهات. حلو ده البحيرة. الفولكلور بقى، الفولكلور السيوي. اه ده حاجات آه، كده بتبقى يعني بتدل على الحاجة الحاجات البسيطة، القديمه بقى الحاجات والمباني البسيطة الكبيره دي. اللي هي المباني القديمة، بتاعت المباني القديمة البسيطة ديت هو اللي هي انا ممكن اسمع تشوفها. ان هنا مدينه شالي، او قلعة المدينه. شالي. اه قلعه قلعة شالي شالي. اللي هي المدينه القديمه ما بين. اللي ليها بوابه كبيره كده. بالظبط. بالظبط، ومبنى هو من عالي في نفس البلد. الحاجات المصنعه منها البيبان دي. من نفس الحاجات دي. بتبقى حاجات الخشبات اللي هي الحاجات البسيطة دي. مم. تمام. وفي كمان قلعة شالي دي يعتبر في البلد أعلى مبنى، يعني مفيش حاجة اعلى أعلى حاجه منه. هنا النظام المحجمين المباني شوية، مفيش حد هي بيعلى المكان عن. اللي كانوا بيستخبوا فيه بقى لما بيحصل اي هجوم على سيوه. أنا عشان خاطر من السيوي دقيق اه جدا في الحاجات دي. محمد من البحيره، بس عارف كل حاجه برضه في سيوه. فأكيد طبعا يعني. فهنا زي ما انت شايفة كده في عندنا الغرف هنا بتبقى طبعا مهيئة طيبة للتكييف عشان خاطر الناس اللي بتستحملش الحر. اه في ناس بتيجي تزورنا من هنا لان أجانب. اكيد ومن الزوار مش ومن هيستحملوا جميع الحر طبعا بتاع من سيوه. جميع أنحاء العالم، فبتيجي ناس ما تستحملش الحرارة دي، وما تستحملش الجو. الجو ده لما بيحرر. تمام. بس هو في حاجه، يعني هو الجو حر بس مفيش رطوبه. ما فيش رطوبة. لا، هنا هي ما دي فيش رطوبة بصراحه يعني بالظبط. دي حاجه تحسب لكم. لا، ما فيش دي رطوبة حاجه هنا. كويسه. وكمان هنا في سيوة يعني في الصيف وفي الشتاء، المكان هنا بيبقى متاح للسياحة برضه. في سياحة علاجية وسياحة ترفيهية. السياحة العلاجية بتبقى في الصيف، بتبدأ من نص خمسة على حسب الجو برضه. هما الناس بتحدد الحاجات دي، يعني اللي في هو هنا الردم في الرمل. يعني في حاجه في الصيف بتحصل هنا. انا طبعا متخيله طبعا. ان الحياه بتقف في طبعا الصيف. ده لا، السياحة العلاجية هنا بتبقى مفيدة جدا للناس اللي هي عندها رطوبة، روماتيد، عندها غضروف تعبها، الكلام من ده كله بتساعدها طبعا. فعلا. بتساعدها طبعا طب فعلا. بنسبه قد ايه يا محمد؟ يعني احنا دلوقتي العلاج على والادويه اللي انا شايفه. والكيميكالز والحاجات دي، على الناس اللي انا شايفها وبتجيلي تاني يعني التجارب اللي قدامك. بالظبط. في ناس بتجيلي من كل سنة،
كل سنه تقول لك انا كنت هنا السنه اللي فاتت عشان خاطر السياحه العلاجيه، انا استفدت منها يعني وارتحت هو قعد عليها. سنة يعني قعد الشوية اللي بالظبط عمل اه. فيهم علاج دول قعد بيهم سنة. ارتاح اه طبعا طب ما ده طبعا. كويس أوي. بيقول لي ده حاجه كويسه جدا. احنا وفي الأدوية ناس، ما بقتش مؤثرة لا لا فينا لا كمان، دي خلاص حاجه عدينا طبيعيه ربنا خلقها لنا. عدينا طبعا القصة دي. طبعا. طبعا. ففي مم. حاجات هنا يعني من الطبيعة نفسها دي ما نقدرش نتدخل فيها، ما نقدرش نقول حاجة عليها. حلو دي يعني. حاجة طالعة ربنا سبحانه وتعالى خلقها لنا. في برضه العيون الكبريتية دي مفيدة للجلد وللبشرة نفسها. مم. تمام. بيقول لك مفيدة جدا. بحيرات الملح نفس الحكاية، أعلى نسبة ملوحة في العالم يعني يعتبر فعلا. بحيرات الملح، بحيث إن أنت لو نزلت المية بتلاقيها اه المية بترفعك تاني، بترفع. لو حطيت حجر عليه كده بتلاقيها بترفعك برضه نفس فعلا. الحاجة فعلا أي. ياه. طب هنا بقى في المنتجع هنا في مية كبريتية. في طبعا عين في. كبريتية هنروح لها طب دلوقتي العين دي يا ونشوف. محمد يعني انا عايز، انا كل الكونسيبت بتاعي عن الابار اللي هو ننزل الجردل تمام. ونملى الميه ونرفعها وكده، لكن العيون دي قصتها ايه؟ ده بيقولوا بيحفروا تطلع العين تنفجر يعني. تمام. هو كان الأول لو إن هو نظام اللي هو الجذور ماشية تحت الأرض، بتيجي من مناطق الترسبات، من مناطق الفيضانات، بتوصل لمرحلة معينة وبتوصل لمكان معين. تمام. فبتوصل لسيوة مثلا مكان بعيد صحراوي، مم. فالناس بتفحر بتوصل له، ممكن تطلع مية عذبة صالحة للشرب، على ممكن تطلع حسب. على حسب اه. وعلى حسب بعدها. على حسب بعدها طب يعني ازاي مثلا. بتنفجر يعني بتبقى كبيره؟ انا اعرف ان البير ده بيبقى بنين له كده حاجات، ويعني غير موضوع تمام. هو ده العيون دي. ايام انا معتقد على حد علمي ان هو كان ايام الاحتلال هنا كانت الناس بتيجي تنقب عن البترول وتنقب عن الحاجات دي، اه كانت فتطلع لهم بتفحر ميه. الحاجات دي اه. وكان عندهم اللازم ان هم يفحروا، او ان هم متقدمين شويه في الحاجات ديت ان هم بيفحروا ويوصلوا للحاجه دي عايزين يوصلوا لها بمعنى الصح يعني. طب هي دي ايه؟ لا دي حاجه فيو عادي، منظر فيو عادي. منظر بس اه عادي. تمام. قدام الغرف كده بنعمل مناظر عشان بحيث ان اللي حد مثلا قاعد قدام الغرفه يبقى حاجه جميله كده وشكل جميل قدامه. حتى القعده السيويه السيوي دي البراجولا برضو دي اه، حاجه. البراجولا دي مثلا دي اسمها حاجه ايه؟ براجولا. اه تمام. او برجوله، احنا برجوله او برجوله. برجوله. تمام. برجوله بقى، قول لي تمام برجوله. برجوله او تمام باللغه بتاعتنا انا برجوله. تمام. دي بقى قاعده سويه بسيطه كده الناس بتقعد فيها بتروق عن نفسها. في الشتاء مم. كمان بتبقى لذيذه جدا ولطيفه جدا. طب الشتاء هنا بقى الجو بيبقى فيها ايه؟ في الشتاء هنا بيبقى السيزون شغال هنا، الناس بتبقى كلها جايه سيوه هنا. فعلا. الناس كلها بتحب تيجي سيوه هنا عشان خاطر تغير الجو. الجو هنا يعني بيبقى بيبقى معتدل. المكان هنا بقى مليان سياح طبعا وكده. طبعا بيبقى الفندق مليان هنا ما شاء الله انا يعني. اللي عرفته بقى وكان اول مره اعرفه خالص ان سيوه اصلا مش سياحه علاجيه، مش بس تمام. على المستوى المحلي، لكن هي كمان متدرجه على القوائم العالميه. ودي بصراحه كانت مفاجاه بالنسبه لي. هو يعني بالنسبة للفنادق هنا اللي هو كل حاجة طبيعية، بيحاول يعيشك ان انت الحاجات القديمة. كان الاول هنا تعزلك عن العالم كله، اللي هو مفيش كهرباء، مفيش مفيش تكييفات، مفيش تليفونات ده انتوا بتستخدمها. كده اتقدمتوا يعني كده. لا مش حتة تقدمنا، هو المفروض اللي هو النظام البيئي اللي هو بنحافظ على النظام اللي هو القديم اللي هو اللي هو يعتبر اللي هو فندق اخضر. بالظبط اه بالظبط اللي هو الحاجة الطبيعية اللي هي بتاعت ايام زمان، ان اه. احنا عايشينها، اللي احنا طلعنا ولقيناها من كام سنة كده، من 20 سنة 25 سنة يعني. تتخيل يا محمد ان انا لما جيت هنا ومفيش شبكه يعني احنا مش مستحملين تخفيف الاحمال عندنا في القاهره ساعتين ثلاثه، النت يقطع عننا ساعتين ثلاثه. فلما جيت هنا وما لقيتش نت وما لقيتش شبكه، قلت هو الواحد كان بيعمل ايه اصلا؟ يعني ايه هوايات بالظبط. الواحد قبل ما يبقى في العالم ده؟ لا هو هنا النظام ان هو الناس زي اللي كانت بتتمركز على الاكل والشرب والحياه بتاعتها بتمارسها عادي خالص، مفيش حاجه جديده، مفيش ممكن يصنع مثلا ان هو يبحث عن الميه ان هو يفحر بير، يحاول يتأقلم مع الحياه دي. اه هو يحاول يتأقلم مع الحياه دي بس وخلاص، اللي هو يعني مفيش حاجه تانية جت في سرفايف يعيش. مفيش حاجه جت تانية للقدام مثلا. مم. بدليل دلوقتي السياحه بدأت تنتشر في سيوة هنا وتكبر وتوسع بلا حدود يعني ما شاء الله. بس بالرغم من ده يعني انتم محافظين برضو على الكيان، اكيد يعني طبعا اكيد. محافظين على الهوية نفسها. طبعا برغم اكيد. ان الناس انتشرت، وممكن الناس هو ده يمكن سبب اكتر ان هو الناس بتحب تيجي هنا في ناس خصوصا اجانب. في ناس بتحب تبعد عن الدوشة، عن النظام بتاع المدن اللي هو الدوشة، العربيات رايحة جاية، العوادم، الكلام من ده كله. هنا في دنيا بسيطة وسهلة خالص، مم. بيبقى فيه زي ما انت شايفة كده طب ما هدوء في كل بتزهقش من الوقت. البساطة دي؟ يعني ما هو بتخرجش عن هو القاهرة؟ ساعات بزهق من البساطة، بس لما اروح واشوف الدنيا هناك بحاول ارجع للبساطة تاني، بتروح العالم الخارجي بقى. بحاول ارجع تاني للهدوء ده. انا بحب الهدوء ده جدا يعني، مم. وكل الناس بتحب الهدوء.
فممكن تبقى الدوشه في حاجه بسيطه خالص، ممكن الشاشه بتاعت التلفزيون كده كده في شاشات في هي دي ضوضاء عندكم هو بالظبط. جلاكسات عندنا لا لا سواقة ستات دي لا طبعا انا كمحمد عايش في الريف برضو، يعني الدنيا برضو بسيطه معايا بالنسبه لي، ما فيش الزحمه والدوشه طبيعتها يعني. طب يلا بينا بقى يلا. نشوف العيون الكبريتيه اللي انت بتحكي لنا يلا عنها. بينا. واخيرا وصلنا للعيون الكبريتيه، مش دي العيون الكبريتيه يا محمد؟ لا دي حمام سباحه عادي، بيساعد الناس برضو عشان خاطر اللي عايز يشوف الجو اللي هو ليه كانه كلور؟ عايش. ليه كلور وكبريت هتولعوا فينا؟ لا هو بيتنضف على طول دايما باستمرار، مش كلور على طول. تمام، مش كل حاجة فيه بتتعمل بالكلور، يعني نظافة عادية جدا، بحتة جدا بسيطة خالص. في حد أصلا مخصص للحاجات دي بينضفها على طول وباستمرار عشان خاطر ما تبقاش ما يبقاش فيها أي حاجة بالظبط. فين العين الكبريتية؟ يلا بينا نروح على العين الكبريتية. وفي حمام سباحة تاني برضو، هنوريه لحضراتكم برضو دلوقتي. دي برضو قد ده كده؟ لا أكبر من ده شوية كمساحة يعني، بس هو نفس العمق يعني، مش أعمق من كده. اشهر حاجه هنا الحاجات النخل وكده، عشان خاطر سيوه مشهوره اصلا بزراعه النخل والحاجات دي. تمام. هو المكان ده بيعملوا فيه ايه؟ شو ده ولا ايه؟ ده كان بيبقى فيه قاعده كده، الناس لما بيبقى على حمام السباحه هنا مثلا عايزين يطلبوا حاجه كده، بس كان مفتوح بس اتقفل دلوقتي يعني. طبعا في غرف بتبص على العين الكبريتية على طول وعلى حمامات السباحة مباشر. دول ما بياخدوش شاور بقى بينزلوا على طول في العين على طول. زي ما انت شايفة كده احنا داخلين على العين الكبريتية. تمام. العين الكبريتية دي بتبقى معمولة برضو بنظام اللي هو البسيط خالص والسهل، اللي هو يعني ايه، بيدل على الطبيعة برضو نفس الحكاية يعني، غير الحمامات اللي هي معمولة ببلاط او كده. يعني هي متبلطة من جواها؟ من جوه معمولة من النظام اللي هو زي بيقولوا كده الغذاء، اللي هو بالاسمنت وبالرملة بس، مش اكتر ولا اقل. تقدري تقفي فيها يعني، مش عميقة قوي. بالظبط كده. وطول الوقت باستمرار بتبقى سخنة كده، المية دي سخنة دايما كده باستمرار. هي اصلا يعني هو ده الديكور بتاعها؟ بالظبط. ديكور بسيط كده وسهل خالص، واخد من البيئة. لازم نصور العين الجميلة دي. لا بس عاملين لها حتى ديكور جميل. المية دي بتعمل الاسترخاء، بتساعد على الاسترخاء يعني دي كده طالعة من المية؟ ده منبع طبعا ليها بموتير بتسحب الحاجة دي وتجيبها لهنا. موتور يعني مش هي لوحدها؟ طبعا عشان خاطر بتساعدها، عشان خاطر تيجي المية دي تطلع من تحت الأرض بمسافات وتطلع بالكمية على طول كده، عشان خاطر تبقى واستمرار دايما ودايما. هي ليها نفس الفوائد بتاعت البحيرات المالحة طبعا هي دي زيها زي العين الكبريتية. أي عين في سيوة هنا عموما العيون كلها واحد، بالنسبة للعيون كلها واحد، نفس الفايدة ونفس الحاجة اللي بتساعد طبعا ولا بس مجرد حتى انت لو لاحظت ان انت لو نزلتي فيها مثلا شوية هتحسي بالاسترخاء التام، اعصابك بتسيب كلها، تحس انت عايزة تنام بقى، مصدقت ان انت تخلصي الوقت ده عشان خاطر فعلا تسحب الطاقة السلبية اللي في الجسم تمام. اي طاقة سلبية طبعا. اي طاقة سلبية في الجسم بتسحبها دايما. بصراحة يعني ميرسي جدا ليك بجد، فدتنا، والمنتجع هنا رائع والجو فيه جميل. ربنا يخليك يا رب. انتوا منورينا جدا والله بجد زوروا سيوة. محارب كفة محارب كفة محارب كفة محارب كفة محارب كفة 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 محارب كفة محارب كفة محارب كفة محارب كفة محارب كفة محارب كفة 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 محارب كفة محارب كفة محارب كفة محارب كفة قدامك جينا صبي مشكانا موح غوالينا، 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 قدامك جينا صبينا مشكانا موح غوالينا، قدامك جينا صبي مشكانا موح غوالينا، قدامك جينا صبي.